سوف تشهدون مراحل تحسين سارة علاقتها مع الطبخ. يا مرحبا نجومي رائعين، كيف حالكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد، واليوم سوف نطبخ معا. أنساتي سيداتي وسادتي، سوف نتعرف الآن على المقادير. لدينا خميرة الخبز أقصد خميرة الحلوى، فانيليا، طوابع جميلة، 2 بيض، تقريبا نصف كوب كاس نصف كوب سكر وش تاني نص كاس زيت. نص كاس زيت وفرينة طبعا. غني عن التعريف. غني عن التعريف. أنا تبعت أو قدامي. متلازمة غسل اليدين بعد كل خطوة. وياك نفس المتلازمات. ما تقولي لي جبرك عينك ميزانك. ماشي عينك ميزانك، ما حتى تتلايم. يدك ميزانك. بومباستيك سايد اي. واش حندير لها؟ تلايميها. تلايم. يدي. صح نسيت. ما درناش هادي. صبري هذيك تجي مع لافارين. نبدا نشخبط الخبط. حاولي انك تبداي تلميه هاك من الفوق قد تحت هاك. نزيدو يا مدام. غادي نزيد. ماما تقول لي كي تكون ديري في العجينه ما تدلكيش. ايوا الكاطو لا يدلك. وهذا قلب لكم. سيداتي وسادتي، إلى الفرن. أجواء خريفية. في طريقي إلى المكان الذي سأختلي فيه بنفسي وأعيش أجواء هكذا هادئة لتخلصي من تعب الأسبوع واستقبال أسبوع جديد بطاقة عالية. المكان جميل جدا. سوف نشاهد الغروب هنا اليوم. أوه شوفوا، كلها أماكن يجلس فيها. جبت القزلة متاعي. وجدت مكانا هادئا هنا، سأتناول القزلة واستمتع. لدي شاي.
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا. صباح الخير. معنوياتي هذا الصباح كانت محبطة جدا، نفسيتي سيئة، فقمت بحصة القرآن. بعدها قلت ليكن اليوم هو أول يوم لممارسة الرياضة. ألم أخبركم المرة الماضية أنه أي شعور سيء سأشعر به من الآن فصاعدا سأحوله إلى دافع لأقوم بشيء إيجابي يساعدني كي أتطور أكثر، عوض أن أجلس في مكاني وأتذمر وأندب حظي. لدي الآن بعض الأعمال علي أن أرد على الإيميلات، ولدي سكريبت علي أن أجهزه من أجل إعلان سيكون جميل جدا سننشره اليوم، لكن أنتم ستشاهدون هذا الفلوج لاحقا، فعودوا إلى الانستغرام سأتركه لكم هنا وشوفوا الإعلان. الفيديو جميل جدا، متحمسة له كثيرا، لهذا علي أن أجهز نص يليق به. لقد أرسل لي الآن فريق العمل الفيديو النهائي، سنرى إذا كان يحتاج إلى أي تعديل، والآن يجب أن أعمل عليه. هذه الفترة ثقيلة نوعا ما علي، يعني أشعر بتعب، نفسيتي سيئة، لدي ضغط دراسة، ضغط عمل، وبحكم أن عملي يحتاج دائما أن أشغل هذا، وفي نفس الوقت أن أعطي أفكار إبداعية، وبالتالي يجب أن أكون دائما في هذا المود اللي يخليني نطلع أفكار. في مثل هذه الحالة صعب، يعني أنا أحاول أن أعصر مخي لكن متعبة جدا، أشعر هكذا بخرخشة في مخي. شفتوا لما تحكموا ساشي كيس تعملوا هكذا أشعر. كنت أظن بأنني أصور، فنزعت الماسك وأنا أتكلم معكم، بعدها لاحظت أنه الكاميرا مش شغالة. المهم علي الآن أن أسجل صوت الفيديو. انتهيت تقريبا من السكريبت، عجبني كثيرا، أعتقد بأنه سيعجب الفريق كذلك إن شاء الله. لهذا نزعت الماسك الذي يمكن أن يؤثر على مخارج الحروف وتركت هذا لكي يجف. لنبدأ. معاناتي مع التسجيل أنه أكون أسجل عادي وفجأة أنفي يغلق هكذا بدون سابق إنذار. أصلا تبقت جملة واحدة فقط وصوتي مثل جنجر. تعرفون جنجر؟ جنجر آسفة لأنني كنت عنيدة. أين صرواني يا جنجر؟ ومضيت وكأنما أعجبك الفراق، ويعتبر أننا جاهزون. لقد نسينا شيئا مهما جدا، لم نأخذ معنا الوثائق. الشاحن مهم جدا في الصابون، والله معقول تسعى كلها في هذه الحقيبة؟ مصاري ما في. ما رأيكم في الأوتفيت؟ طبعا نضيف الحقيبة السحرية، مسز نظارة. نأخذ المفتاح
ايوه تحمست. تعالي يا برد، تعالي يا شتاء. تعرفون خرجت بدون هذا وبدون هذا، قلت لا ليس وقتها، لا تتحمسي، شوية برد، لكن أصلا لأني أخذت حمام فأشعر يمكن أمرض إذا لم أدفئ نفسي جيدا، وأنا أصلا إنسانة أبرد كثيرا. رجعت لي المنزل، أحضرت هذا. على فكرة شوفوا ما أجمله، في هنا سارة مكتوب عليه. سأشارككم الصفحة التي أحضرتها منه. هذا هو الأوتفيت. النجوم، أينما يوجد نجوم توجد سارة. لأن سارة هي القمر. يقول لي آل جنم benim آل ikinci baharım ikinci baharım gözüm sevinim. كيفاش يديروا كيفاش؟ قلت لك الأتراك يكونوا تعبانين يديروا يصفنوا. ايوه عراقيين كانوا يشترون، قالوا عندكم في العراق هذه اسمها نوغا وزاكية يعني. جد تحكي حلو. سارة أروع من يتكلم بالسورية. أهم شيء تحت السياح احتساب وشرف. Çay kahve, Nescafe var, çay kahve var. مبدئيا هذا تبع البوظة فكرة، نحن نقول له فرشان واحنا نقولوا له كورني. أيوة أيوة هذا. شوفوا مرسوم عليها برج الفتاة. حلو. حبيت. يوم جبنا خبز كنا عطيناهم. ياكلوا الصمام على بالك؟